اوعى تغلط الغلطات دي وانت بتعمل صيام متقطع. 1. صيام من غير تمهيد، تبدأ فجأة ب 18 ساعة، جسمك هيتعب، هتحس بدوخة وخمول ومش هتكمل. 2. الستات لما بتعمل صيام متقطع لازم تفهم ان جسمها مش زي الرجال. مع ساعات الصيام الطويلة جسمها بيتوتر، الهرمونات بتتلخبط، دورتها بتتأثر، وده تأثير كبير خصوصا على البنات المراهقات او على ست متجوزة وبتخطط لحمل. علشان كده الستات والبنات ما تصومش اكتر من 14 ساعة. ولو لقيتي نفسك مرهقة زيادة او دورتك اتلخبطت لازم ترجعي تظبطي نظامك او تستشيري دكتور. 3. تفتكر انك علشان صايم طول اليوم فتاكل كل اللي انت عاوزه في فترة الاكل، والنتيجه مفيش خساره وزن او حتى كمان ممكن تزيد. لازم اكلك يبقى متوازن ويلبي احتياجات جسمك كلها. 4. تاكل قليل قوي، سعرات قليله جدا يساوي حرق ضعيف جدا، جسمك هيدخل في وضع المجاعه وهيبقى لا بياكل ولا بيخس. 5. تكسر صيامك بحاجه مسكره او دسمه، السكر بيعلى فجاه وده معناه خمول وتخزين دهون.